السعوديه. لازم حسام حسن يلعب بخطه متوازنه ما بين الدفاع والهجوم، لازم ما يتركش المساحات للاعيبه منتخب اسبانيا. لو في مساحات وترك حسام حسن للمساحات احنا هنشيل نتيجه كارثيه. اما بقى حسام حسن لو قرا المنتخب الاسباني كويس زي ما عمل مع السعوديه وعرف يبدا صح في بدايه المباراه صح، مش هتقدر تلعب زي المباراه اللي فاتت انك انت تخلي المساحات وتبدا بثلاثه في الدفاع ولا اربعه. لا، ده انت اقل حاجه يبقى خمسه في الدفاع، اربعه في خط النص، يعني تعمل لي ستاره كده ليه؟ وتخلي بالك التوزيع والحركه في الملعب مش هتبقى سريعه، واخد بالك؟ لان لازم تعمل ايه؟ الخطه بتاعتك موازنه ما بين الدفاع والهجوم، وما يكون الكره معانا لازم ندافع بسرعه لمسه ولعبه. لكن هنقعد بقى ننقل الكره لبعضنا قدام مصطفى او قدام محمد الشناوي، يبقى كده هنلبس في الحيطه وهنلبس كتير.